واهلا بيك في الفيديو ده هعلمك ازاي تتغلب على اهتزاز الكاميرا اللي في الفيديوهات. اعمل لايك وسبسكرايب ويلا بينا. بص يا صديقي، باختصار كده احنا بنضيف افكت على الفيديو بحيث الافكت بيعالج الصور اللي في الفيديوهات، يعني بيعالج الفيديو فريم باي فريم. وهنشوف الموضوع بالتفصيل. بص يا صديقي، عشان ما اخدش من وقتك كتير، هتروح على كلمة افكت. لو انت مش بتعرف تروح على كلمة افكت، فانا في كورس كامل نزله عندي على القناة، لازم تخش تشوفه. بعلمك كل حاجة في الادوبي بريمير من تحت الصفر لحد الاحتراف. بص يا صديقي، هتروح على قائمة افكت، ومن قائمة افكت هتكتب وور، يعني نقلب وور ستابلايزر. من وورب ستابلايزر هتشدها وتحطها على الفيديو زي ما اتعلمنا في الفيديوهات اللي قبل كده. لو رحت على قائمة افكت، تكيت على الفيديو هنا ورحت على قائمة تكيت على الفيديو هنا ورحت على قائمة افكت، هتشوف الافكت ظهر معاك اهو، شايفه؟ بيبدأ يعالج فريم باي فريم. لو اخدت بالك هيبدأ يعالج الفيديو بتاعنا بحيث ان الفيديو ما يبقاش فيه اهتزاز خالص. وعلى فكرة لما بيجي يعالج الفيديو بيلعب في البوزيشن والسكيل، بيقعد يلعب فيهم فريم باي فريم لحد ما يخلي لك الفيديو زي ميه واحده. بس نيجي ونقول ان لما بيجي يعالج الفيديو ما بيطلعش حاجه، ما بيطلعش يعني 100%. احنا بنحاول على قد ما نقدر واحنا بنصور الفيديو نثبت ايدينا، ولما نيجي نشتغل على الفيديو بنضيف له الافكت ده بحيث ان الفيديو يطلع معانا بروفيشنال. بص هنا بقى يا صديقي، لو شغلنا الفيديو بدأ يعالج، بس في تمويجة بسيطة حد خد باله منها. التمويجة دي احنا مشغلين الربع، نشغل فول بس عشان الناس تاخد بالها. بص، هو بس مش التعليقات مش تظهر، بس في زي تمويجة كده في الفيديو لو انت اخدت بالك منها. فديت نعالجها ازاي؟ نعالجها بان احنا نقلل الرقم ده، نقلل الرقم سموزي ده، نقلله. كل ما نقلله كل ما الفيديو هيبقى احسن معانا. ولو هو محتاج يزود، يعني انت مثبت ايدك قوي وبتصور وايدك ثابته ومحتاج تزود الرقم زوده، بحيث انك لو ايدك ثابته، كل ما ايدك تبقى ثابته اكتر كل ما الفيديو اما تيجي تعالجه هيبقى احسن. لكن في الفيديو ده اللي كان بيجري جنب الرياضي كانت ايده بتتهز بشكل جامد. فلو اخدت بالك احنا عالجنا الثبات يعني، بس ما عالجناهوش بشكل كويس قوي يعني. بس هو يعني انت لو ضفت الافكت ده هيعالج لك الفيديو وباذن الله يطلع جامد جدا. بس حاول بعد كده في الفيديوهات تثبت ايدك على قد ما تقدر عشان لما تيجي تضيف الافكت ده يطلع معاك حاجه احترافيه. وعلى فكره كمان في الافكت ده في حاجه اسمها نو موشن. نو موشن دي يعني بيخلي لك الفيديو زي كده زي ثابت. هو بيبدأ يعالج برضو فريم باي فريم، بس بيحاول يخليهولك في كادر ثابت. بس طبعا النو موشن هيبقى صعب في الفيديو ده يتطبق عليه، لان الفيديو ده فيه حركة. النو موشن ده يعني انت مثبت الكاميرا مثلا وبتصور مثلا السماء، فممكن تطبقها على النو موشن ديت، فصعب ان هو يطبقها هنا، فانها حاجة مش موجودة، فاهم؟ والافكت ان شاء الله مش هيخلي لك فيه اهتزاز في الفيديوهات. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى انك تعمل لايك وسبسكرايب وتتفرج على الحلقات اللي فاتت والحلقات اللي جاية. انا اسلام مندو وبعلمك الادوبي بريمير من تحت الصفر للاحتراف. ما تبخلش علينا بتعليقك الحلو. ودلوقتي وصلنا لنهاية الفيديو، احب اختم دلوقتي الفيديو بكلمة لا اله الا الله.